آه، مالك يا لمونة؟ بصراحة كده متضايق يا عم غاوري عشان أحداث الحرب دي بقى. بصراحة التجار جشعين ومستغلين الموقف وبيغلوا الأسعار علينا. دي أزمة ولازم كلنا نقف مع بعض ونتحد ونبقى إيد واحدة عشان نعديها كلنا ونحافظ على نفسينا. تعالى ناخد عمك عاطف الدجن ونروح له مع السوق نشوف قال أوضاع وقال أجواء. ماشي ماشي، يلا بينا يلا بينا وناخد ثواب برضه. مساء الفل يا حضرات، ليلة سعيدة عليكم إن شاء الله. تعرفوا أنا اتجوزت واحدة اسمها شمس ليه؟ مساء الفل يا ريس بلكونة. يا ريت تنورنا وتقول لنا ليه بقى. عشان لما أطلب منها أي طلب تقول لي أنت تؤمر من عين شمس. وهو بالمرة نستفيد بأجرة المشوار. ايه ده يا عم كسراوي؟ هي المكسرات غليت كده ليه؟ حرام عليك يا بهوات. عشان الحرب يا بهوات، ما هي ايران ضربت تل الزبيب، وما دام تل الزبيب اتضرب خلاص كل حاجه بتغلى. الزبيب غلي والمكسرات كمان غليت. تل الزبيب ده انت راجل كداب كدب المعيز. اتقي الله يا عم كسراوي. وهي فين تل الزبيب ده يا عم كسراوي؟ ما سمعتش عنها قبل كده هنا. معرفش والله فين، بس انا سمعت عم صالح كوكو بيقول الكلام ده. تحقق بقى من هذا الكلام. وطبعا عم صالح كوكو قال هو كمان كده عشان يغلي الفراخ هو راخر. امال ايه؟ انت مش عايش في الدنيا ولا ايه يا استاذ؟ ما هو لما ايران قفلت مضيق ترمس الفراخ مش لاقي حاجه تاكلها. ترمس ليه يعني؟ هي كانت بتمشي على الكورنيش ولا ايه؟ اهي اللماضه بتاعتكم دي اللي بتخلي كل حاجه تغلى. يلا البولت النيلي، يلا البولت النيلي. في ايه يا بهوات؟ امال لما تعرفوا ان سعر السمك بقى كام هتقولوا ايه؟ وماله السمك هو كمان؟ هو انت بس عاوز اي حاجة تفش غلك فيها؟ حلوة وربنا يا عم عاطف. فش بقى يعني وسمك وكده. يا ابويا عليك يا ديجي، بتعرف تصطاد الإفيه من المعلم زعنف. انت ابن لذينه. والله يا حضرات السمك كله في الخليج اتشهر من كتر الصواريخ. بقى الخليج السنجاري مش العربي. يا عم احنا مالنا ومال الخليج؟ ده احنا فينا اللي مكفينا. امال لو عرفتوا اسعار الخضار اللي ضربت في السما هتعملوا ايه؟ وليه يا عم يعني؟ هو الخضار بيتزرع في القواعد الأمريكية ولا ايه؟ ما هو عندنا اهو في كل حتة وفي كل مكان. لا إله إلا الله. احنا عمرنا ما هنيجي قدام طول ما احنا جشعين وبنستغل المواقف. لازم نحافظ على بعض ونتكاتف ونتعاون عشان نعدي كلنا لبر الأمان. طبعا، ونحط ايدينا في ايد حكومتنا الرشيدة اللي مخلية بلدنا في امان برغم كل المصايب اللي حوالينا دي. ثانك يو فور حكومتنا. ربنا يحفظ بلادنا ويحميها إن شاء الله دايما يا رب. مصر بلد الأمن والأمان.